السلام عليكم ورحمة الله، معكم يوسف جد وفيديو جديد. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، المقدمة الرسمية بتاعتنا: صلي على النبي، اللي دعوة حلوة من قلبك، انزل اكتب لي كومنت يشجعني ويدعمني ويحفزني ويخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. الصراحة عيبها في حقي اما ابقى راجل اسكندراني وشايف كمية ريفيوهات، يعني الناس بتيجي من بره اسكندرية عشان تجرب المكان ده وهو مكان موجود في اسكندرية وانا مجربهوش. فانا الصراحة قاعد كده لقيت ريفيوهات ياما قوي عنه، قلت لازم اجربه. وهو النهارده تجربه، النهارده هنجرب كان اسمه الشاب كوزم. تمام، شاب كوزم بدأ بعربيه وعمل ضجه كبيره وعمل اسم كبير وبيعمل ميكسات جامده واسعاره في الحنين. فقلت بما ان النهارده اجازه والنهارده الجمعه، يبقى نقعد كده ونطلب الاكل النهارده من عند الشاب كوزم. طلبنا الاكل الساعه كام؟ الساعة 4:30 بالظبط. الأكل جه الساعة 5، يعني نص ساعة. دي حاجة حلوة. عنده هنا في اسكندرية فرعين، فرع في اسكندر إبراهيم. المهم طلبنا من عنده شوية سندوتشات كده، وأنا يعني ضايقني قوي قصة التغليف بتاعه. يعني أنا ما كنتش أعتقد إن هو بيجيب في الكيسة دي. صراحة قصة الكيسة دي ما عجبتنيش. المهم بقى، لو أنت أول مرة تتفرج عليا، من فضلك لو سمحت تنزل تعمل اشتراك في القناة، حط لك كلمتين على الفيديو، تكتب لي كومنت لو عايزين نجرب منتج معين أو مطعم معين. المهم إيه، تعالوا بقى إيه، شوفوا إحنا جبنا إيه النهاردة. جبنا من عنده كام حاجة. عنده 1 2 3 4 5 سندوتشات. تعالوا نشوفوا ايه. ادي علبة، ادي 2. ايه ده كل جوانتيات كتير 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 كتير. والله يا زين. وفي هنا كمان علبة. ده كده شكل اول طبق معانا. استنى افتحه لكم، يعني مش من مقامكم ان انتوا تتفرجوا عليه كده. استنوا بقى طالما في كاميرا متحركة معانا، يبقى انا اتحرك براحتي والكاميرا تدخل عليا. وفي ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو كده ما فهمنيش. جاب سندوتشين شبه بعض. صلوا على النبي يا جدعان كده وانتوا بتتفرجوا، وادعوا لي كده يا جدعان، ادعوا لي ان القناه تكبر كده والمتابعين تزيد واللايكات تزيد وكل حاجه حلوه تزيد. بصوا بقى، انا طلبت من عنده ايه. طلبت من عنده واحد فاهيتا لانشون، وده سعره 7 جنيه. طب هما الاتنين واحد صح؟ الاتنين واحد. الاتنين واحد صح؟ هو كده جاب الاتنين. قلت له عايز واحد مشكل جبن، واحد فاهيتا لانشون. جاب الاتنين ايه. المهم يا جدعان، ده سندوتش فاهيتا لانشون وده سعره 7 جنيه. ما شاء الله يعني. لا هو شكله يجوع. والله انا ريقي جرى. بصوا يا جدعان السندوتش عامل ازاي. هو فيه لانشون وفيه جبنه كيري وفي فلفل وفي زيتون وفي شوية جبن. طبعا انا مش هقدر اوريكم من جوه اكتر من كده عشان ممكن نبهدل الدنيا ونتضرب. فيلا ندوق ونقول بسم الله. ادوق ازاي ده؟ ادوق من انهي ناحية طيب؟ لا بص هو ده انا بشوفهم بيدوقوا ازاي. بص، يلا تعالى خش عليا كده. خش عليا كده وانا داخل بالسندوتش. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. اللي احنا اكلناه ده اللي هو فيه جبنه كيري، هو ده الفاهيتا المشكل جبن. فاهيتا مشكل جبن هو ده، عشان فيه الجبنه الكيري ده كان سعره 8 جنيه. اللي احنا هندوقه بقى دلوقتي اللي هو الفاهيتا اللانشون من غير مشكل جبن. بالنسبه للفاهيتا المشكل جبن طعمه حلو. في ميزه ان هو مش حادق. دي احلى حاجه، لان انا دقت قبل كده سندوتش زي ده كان حادق جدا، فالصراحه دي عجبتني. تقييمي ليه هديله 8.5/10. على فكره حامي سنه بسيطه قوي. ده بقى السندوتش اللي هو فاهيتا، بس ده بقى ايه يعني، بص جوه مفيش جبنه كيري. فتعالوا نجربه برضه. بس هو طبعا جاله جبنه كيري من السندوتش التاني. هو في لغوصه في الموضوع. يلا ندوق. بسم الله. اوف يعني حامي قوي. حاطط واحد قرن فلفل، يعني اكلته كله. الصراحه ده عجبني عن اللي هو الميكس جبن. ده لانشون صريح، يعني ده فاهيتا لانشون صريح. وبرضه الاكل اذواق، يعني ممكن يعجبني انا ما يعجبكش انت. بس دي برضو دي سندوتشات عادية. تمام. بالنسبة لي ده تقييمه هديله 9/10. ندخل بقى على السندوتشات اللي هي الاختراعات بتاعته بقى. هو يا جدعان الحشو الصراحة، هو الحشو عنده بضمير وبذمة والحشو مليان. ندخل بقى على الاختراعات بتاعته، وده سندوتش كيري بسطرمة سوسيس. تمام. وده سعره 10 جنيه. بصوا يا جدعان الكمية.
بصوا هو ده يعتبر صباع سوسيس، وهو ايه مقطعه شرايح كده، فطبعا في بهدله في الموضوع. طب ناكل ازاي؟ انا مش عارف. المهم يلا ندوق ونقول بسم الله. بص احنا هنرزع واحده كده وبعدين ايه نشوف الدنيا هتروح بينا فين. بسم الله. بص هو بالنسبه للساندوتش اللي هو السوسيس بسطرمه كيري ده او كيري بسطرمه سوسيس، اولا طعم البسطرمه مش باين فيه خالص، تمام. ثانيا انا مش هقدر احكم عليه لان انا بطبيعتي مش بحب السوسيس او مش بحبه بالطريقه دي، يعني بحبه يبقى متحمر كده او بقصه تانية. بس هو عجب ام مالك وعجب الاولاد يعني بصراحه السندوتش اتنسف. فانا ايه اخد بالتجربه اللي هم عاشوها، هو السندوتش عجبهم بس انا بالنسبه لي انا مش هقدر اقيمه. ايه رايك في السندوتش يا ميل؟ حلو. حلو عجبك؟ وايه رايك في السندوتش؟ حلو. انا الصراحه مش بحب السوسيس فانا مش هقدر اقيمه بس هو عجبه. ادخل بقى على الحلويات بقى. خش بينا على الحلويات بقى ودلعنا. يا جدعان في جريمتين. جريمه، اول جريمه غالبا هي دي، وده السكالانس وده سعره 14 جنيه. تاني جريمه اسمه بلس 47 اللي هو ده، وده سعره 16 جنيه. نبدا بايه؟ نبدا بالسكالانس. طب بينا يا جدعان نشوف الجريمه دي. واحد اتنين، انا شفتها بصراحه بس انا عايزكم تشوفوها. واو. مين اللي بيقول كده؟ واو. بصوا دي بقى يا جدعان. راح فين؟ راح فين يا عم؟ راح فين؟ دول جايبين معالق وجايين ياكلوا، ده ما بتاكلش بالمعلقه. استنوا بس، طب اقعدوا بس وهعمل لكم اللي انتوا عايزينه دلوقتي، بس نشوفوا ايه ده. ده بقى ايه اللي هو يتشمر له؟ فاهمين؟ السندوتش ده بقى عباره عن ايه؟ كريمه ومربى وحلاوه وشوكولاته واوريو، تمام. ده اللي هو السكالانس، ده لسه فيه بلس 47. خدوا بص يا حبايب قلبي كده على الموضوع. شايفين الكميه؟ سعره قلنا كام؟ سعره 14 جنيه. حلو جدا 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 يعني. الشويه اللي فوق دول لوحدهم ب 14 جنيه. خش معايا والنبي وانا بشيل السندوتش ده عشان انا يعني قلبي هيتقطع وانا مش عارف اشيله ازاي. بصوا يا جدعان ده ما فيش وقت بقى ان انا ايه اقعد اتدلع ندوق ونقول بسم الله. انزل يا ابن قلبي اعمل لايك قبل ما اكل. بسم الله. فظيع فظيع سندوتش فظيع. عارف انت المثل اللي هو بيقول لك ادي العيش لخبازه؟ هو ده ادي العيش لخبازه. السندوتش صايع. عملنا الميكس ده قبل كده بس كان طعمه تقيل جدا الصراحه. هنا كل حاجه فيه مظبوطه، تاكله ما تحسش بسكر اوفر وفي نفس الوقت طعمه حلو. صح ولا انا غلطان؟ السندوتش ده نديله نديله اللايك المتين ونديله 10 من 10. تعال ندخل على اخر سندوتش وده جريمه عن السندوتش اللي قبله. خش عليا يا باشا. يلا بينا. يلا تعالى بقى نشوفه سوا. يلا واحد اتنين تلاتة. واو. بس مش حاطين سوداني كتير يا جدعان، لا لا. السندوتش ده بقى عبارة عن ايه؟ كراميل. انا شايف فيه كراميل وفيه كريمة وفيه شوكولاتة وفيه بوري وفيه سوداني. برضو يعتبر جريمة برضو، يعني ده جريمة برضو. بس مش حاطين لي سوداني كتير ليه بقى يعني؟ عشان انا لسه فود ريفيور صغنن يعني. انا اشوفهم بقى في الفيديوهات بيمسك كده بيكبش بايده الاتنين ويحط ويوقع على الترابيزه ستأتي اللحظه ان شاء الله في يوم من الايام هيرشوا لي كده زي ما بيرشوا لهم. لا بس هو سندوتش برضو جامد، سعره 16 جنيه يعني. بس بصي مليان ازاي. لا عالمي برضو يعني حلو. خش عليا كده، خش على الطبق. على الطبق كده وانا بطلع الحركات دي ودلعيني كده. انت بتطلع فسيخه؟ هو انا مش عارف هم عاملينها زي الفسيخه فعلا. بص يا جدعان، أليس هذا يستحق التقدير واللايك المتين؟ بلا والله يستحق. يعني عشان البهدله ونقول بسم الله. انتوا عارفين يا جدعان كان في فيديو كده كان حد بيصور عنده كده الصراحه مش فاكر اسمه ايه. شاب حلو كده كان بيقول لك هو ده السندوتش فعلا اللي انت تاكل صوابعك وراه. عمل نفس المنظر كده بالظبط. فانا قلت اكيد بيهزر، فاتضح لي ان هو عنده حق.
ده السندوتش فعلا ان انت تاكل 7 كرات. انا عايز كوبايه قهوه ساده تمام وبعديها مفيش حاجه. لا بجد الموضوع اوفر، بس في حاجه بقى عجباني. بالرغم من كل اللي انتوا شايفينه ده السندوتش مش مسكر، يعني تاكله انت ما تقدرش تاكل اكتر من كده، بس في نفس الوقت انت مش قافل، لا حابب الموضوع. السوداني كمان طازه، كميته كتيره شويه بس يلا زي بعض. تقييم السندوتش البلس 47 ده هديله 10 من 10، برضو عجبني قوي. انهي الاحلى السكالانس ولا البلس 47؟ البلس 47 عجبني، عليه زي رشه قرفه كده وعليه بسكوت لوتس متكسر وتقريبا كمان عليه صوص لوتس. السندوتش ده انت هتاكل واحد منه وهتقفل، يعني هيظبط معاك الدنيا. بس كده اعزائي المشاهدين، كان معكم يوسف جدو، وكان ريفيو النهارده عن مطعم الشاب كاظم. لو عجبك الفيديو بقى هو هيعجبك اكيد لان هو عجبني، طالما عجبني يبقى هو اكيد هيعجبك. انت هتنزل دلوقتي تحط لي اللايك المتين وتكتب لي كومنت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين، واشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي. مع السلامه. تعالى 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 تعالى.